تخسر الزباين، ممكن الزبون يتسمم، يشتكي عليك، يعمل لك مشاكل. لا. السلام عليكم، كيف الحال والأحوال؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. حبايبي، بالنسبة لموضوع اللي يفتح محل خاص فيه، هذيك المرة حكينا نصحناكم تفتحوا محلات إذا كنت قوي بشغلة معينة. بنفس الوقت بحكي كل يوم فتح محل معناته متابعة الأوراق، يعني أنت لازم تشوف محاسب اشتراك خاص فيك، واحد يتابع لك الأوراق إذا ما كنتش تعرف ألماني كثير، يتابع لك الأوراق أول بأول، العقود، الكهرباء، الغاز، التأمين، كلها 100% للمحل. الشغيلة لازم يكونوا مسجلين قبل ما يفوتوا على المحل. الشهادات الصحية للي عنده مطاعم لازم يكون الشغيلة معهم شهادات صحية، وأنت نفسك يكون معك شهادة صحية. بالنسبة لنظافة المحل لازم يكون نظيف دائما، تدخل حدا يبقى يجي الصبح ينظف لك المحل، لأنه أنت بتكون مركز على الطبخ فما بتقدر تنظف. حط واحد تعطيه سعر معين، أجار معين قليل، يجي الصبحيات قبل ما تفتح يكون المحل نظيف، لأنه إذا صحة ركزوا عليك ولاقوا عندك وسخ بالمحل وبلشوا فيك فأنت مش رايح تخلص منهم، يعني راح يغلبوك كثير مخالفات واشترافات تصل لاشترافة بالسجن في حال إنه كان محلك مش نظيف. ثالث شغلة لازم تتابع أمور الصراصير، الحشرات، الجراذين، الفيران، لازم يكون عندك دائما متابعة، تنظيف، ما يكونش شيء مكبكب هون هون. شوف إذا لقيت أي شيء وسخ لازم تتابعه، تشوف تدور عليه، تحط علاج، تحط سموم، تتابعه أول بأول. ثالث شغلة لازم الأوراق كلياتها الكاسة تكون نظامية، تسأل المحاسب اشتراطاته، تقول له أنا بدي كاسة نظامية، تكون هاي كاسة لشغلي، ما اتغلبش بكره مع الفنانس امت. اول باول اعطيهم الاوراق 100%، كل شهر بشهره وكل يوم بيومه. الفواتير اللي بتشتري فيها اللي بتبيع فيها لازم كلها تجمعهن كل شهر بشهر وتعطيها المحاسب، مش تقعد 6 7 شهور كبكبهن هون محاطن بشوال وبعدين تتخربط، ما بتزبط. يعني انت بتبيع سندويش شاورما مرتبه او عندك سوبر ماركت مرتب، لازم تكون امور الورق تبعك مرتب زي السوبر ماركت، لانه الديمومه بتكون اذا كان شغلك مرتب نظامي. يعني انت بتشتغل، بترتب امورك، بتعمل اوراقك 100%، شغيله مسجلين اول باول، شهادات صحيه موجوده، النظافه بالمحل كامله، الالتزام بوقت الفتح، وقت التسكير، الالتزام بالتواريخ تاعت العلب، مش بتجيب علب مثلا حمص منتهي صلاحيتها او لحمه بضل عندك 6 7 ايام بتخرب اللحمه. المهم لا، اذا شفت اشي خرب كبه. شفت انت مثلا عندك بالمطعم الشاورما بعتها اول يوم ما بعتهاش، بدك تعمل اجراءات انت انك تكون 100% اكلك، الشغلات اللي بتقدمها للزباين تكون شغلات كلياتها مرتبة، يكون الأكل صحي نظيف مرتب، ما في شغلات خربانة، ما في شغلات قديمة. صار عندك خبز قديم خلص يعني ارميه، كبه، وزعه، دبر حالك. لا تعطي للزبون خبز قديم وعندك خبز جديد عشان والله هذا الخبز صار له 3 أيام عندي أمشي. لا، تخسر الزباين، ممكن الزبون يتسمم، يشتكي عليك، يعمل لك مشاكل. لا، أول بأول دائما حاول التزم بالشغلات، إن تكون أمورك 100%، تكون ملتزم بالشغلات الأساسية، ملتزم بالقوانين، ملتزم بالتواريخ الانتهاء، ملتزم بالجلتنة، التنظيف، قص الأظافر، التزام كل إشي. هون بنجح شغلك، يكون شغلك كثير كثير ممتاز، والله ييسر أموركم. تحياتي للجميع، أبو صالح الدلكي، مع السلامة.